السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن واحد من أقوى وأشرس الكائنات في عالم الطيور الجارحة، بل وفي عالم الحيوان كله، وهو العقاب الذهبي، وإزاي بيقدر يصطاد ويتكاثر ويعيش في أغرب الظروف وفي بيئة وحشية جدا. وكمان هنتعرف على الفرق بينه وبين النسر. أنا أحمد حسن، ودي قناة معلومة على الماشي. لحظة كده، هو ده مش نسر؟ أحب أقولك إن ده مش نسر خالص، ده طائر من الجوارح اسمه العقاب. العقاب الذهبي. الله، يعني اللي على علم مصر ده وطول عمرنا بنقول عليه نسر ومحطوط على الأختام مش نسر؟ مش نسر، ده اسمه العقاب الذهبي، وتم اتخاذه رمز لعلم مصر لأنه بيمتاز بالعزة والقوة والمهارة، ومشتق في الأساس من نسر صلاح الدين الأيوبي. ناس كتير بتخلط دايما بين النسر والعقاب. في الحلقة دي هنعرف الفرق بين النسر والعقاب. نخش في الموضوع. العقاب من الطيور الجارحة الضخمة اللي ليها ريش بني، واللي بيكون أحيانا داكن وأحيانا قاتم وأسود وأبيض، وفي بعض الأنواع بيكون ريش ذهبي لامع في منطقة الرقبة والراس. وحجم العقاب بيختلف بين الأفراد حسب النوع، واللي بيتراوح طولهم من بين 70 ل 85 سنتي، وطول الجناحين مفرودين بيبلغ من 185 سنتي ل 2 متر و20 سنتي، ووزنه بيكون من 3.5 كيلو ل 6 كيلو جرامات. العقاب الذهبي هو تاني أسرع طائر بين الطيور الجارحة بعد صقر الشاهين، واللي بتصل سرعته في حالة الغطس والانقضاض على فريسته ل 240 كيلو متر في الساعة. العقاب بيمتلك منقار معكوف ومخالب طويلة، واللي بتمكنه من إن يمسك فريسته، واللي ممكن تموت من الضغط الناجم عن السرعة والقوة. ومنقاره آلة حادة وفعالة في تقطيع اللحم. طريقة الصيد دي بقى هي سبب التسمية. العقاب ليه اسمه عقاب؟ علشان بيتعقب فريسته بحيث انه بيكون خلفها مباشرة. العقبان بتبني اعشاشها على حواف الجبال العالية او على الاشجار المرتفعة، وده علشان يكون مكان امن لوضع البيض وتربية الصغار من المفترسات. والغريب جدا ان بعد بناء العش والتزاوج بتضع الانثى من بيضتين ل4 بيضات، وبيتناوب الأبوين على التحضين، واللي بياخد من 40 ل 45 يوم للفأس. في نفس الوقت بعد التفقيس مباشرة الفرخ الأكبر بيفترس أخوه الأصغر وبيقضي عليه تماما. الأبوين بيشوفوا الافتراس ده لكنهم ما بيتدخلوش وما بيمنعوش الفرخ الأكبر من إنه ياكل أخوه. في الغالب الفرخ اللي بيعمل كده بيكون أنثى، لأن الأنثى أكبر حجم من الذكر وبيكون البقاء للأقوى. العقاب من الطيور الوفية جدا للأزواج، بيعيشوا مع بعض مدى الحياة، والأنثى بتستخدم نفس العيش سنويا. بيعيش العقاب في جميع قارات العالم بنسب متفاوتة، أمريكا الشمالية وإفريقيا، لكن إفريقيا أكثرها. العقاب من الطيور اللي بتتجنب المدن والصخب، وبيعيش في البراري والجبال والغابات. بيتغذى العقاب على الفرائس الحية، أي حاجة بتتحرك بتندرج في قائمة الطعام بتاعته. تعابين ماشي، أسماك شغال، فئران ما يضرش، أي ثدييات صغيرة، حتى صغار الماعز والأغنام أحيانا. وبيختلف نوع الفريسة حسب نوع العقاب. بيحتاج العقاب يوميا من 230 جرام ل 450 جرام من اللحم. يتميز العقاب بنظر حاد جدا، وده راجع لتركيبة عينه اللي بتكون أكبر من الدماغ، واللي بيقدر يرصد بيها ويحدد مكان فريسته من على بعد 3.2 كيلومتر. يقدر العقاب يرصد ويشوف حواليه ويحرك راسه 180 درجة، وده راجع لكثرة عدد الفقرات في الرقبة، واللي بتكون 17 فقرة. العقاب من الطيور العنيدة جدا، واللي بيدافع عن العش والصغار بكل قوة وشراسة، وبيسيطر على منطقة نفوذه واللي بتكون من 1 ل 2 كيلو متر. في الفترة الأخيرة بدأت أعداد العقبان تقل كتير، وأصبحت من الفصائل المهددة بالانقراض. علشان كده في بعض القارات زي أمريكا وأوروبا أصبح للعقاب حماية قانونية وبقى ممنوع صيده، وده علشان يحافظوا على الأعداد اللي قلت بسبب الصيد الجائر. العقبان أنواعها كتير، منها عقاب الثعابين، وده مشتق من حميته الغذائية واللي بتعتمد على الثعابين، واللي بيكونوا صغار في الحجم، باستثناء العقاب الحكيم أو الفلبين، والعقاب الأصلع واللي هو رمز الحرية للولايات المتحدة الأمريكية. وده بالرغم من إنه مش أقوى أنواع العقبان، وحتى مش أصلع، إنما دي مجرد تسمية. العقاب الأصلع صاحب الرقم القياسي لحمل فرائسه والطيران بيها، واللي وصلت في بعض الأحيان إنه حمل غزالة صغيرة وزنها كان 6 كيلو ونص جرام. وحميته الغذائية الأساسية بتعتمد بشكل كبير على صيد الأسماك، واللي بيرصدها من مسافات بعيدة وينقض عليها بسرعة تصل ل 160 كيلو متر في الساعة. أما بقى أغرب أنواع العقبان هو العقاب المخادع،
أو عقبان الغابات، وده اسمه مستوحى من أسماء وحوش الأساطير الإغريقية، وده من أخطر أنواع العقبان على مستوى العالم. العقاب المخادع يمتلك أكبر مخالب بين أقرانه، واللي بيوصل طولها ل 13 سنتيمتر. مخالب في بعض الأوقات بتكون أكبر من مخالب بعض الدببة زي الدب الرمادي، وبيتغذى على القرود وحيوان الكسلان. العقاب على عكس الشائع عنه إنه بيمتنع عن أكل الجثث والحيوانات الميتة، إلا إن ده بيحصل في بعض الأحيان لما ما يكونش فيه طعام كافي. وطيور العقبان بتفضل أكل عظام الحيوانات، وده لأنها بتتضمن على معادن غنية بالمغذيات، وده بفضل معدته واللي فيها كتير من الأحماض القادرة على تحويل العظام إلى غذاء. منقار ومخالب العقاب بيتكونوا من مادة الكرياتين، وده معناه إنهم بيفضلوا ينمو طول فترة حياته، واللي بتتراوح أعماره من 25 ل 30 سنة، وممكن تزيد شوية في الأذى. وبالنسبة للنسور، النسور هي أكبر الطيور الجارحة، وتعتبر من الطيور القمامة، بتتغذى على جيف الحيوانات الميتة، وبتعيش في آسيا وإفريقيا، وأكثرها بيعيش في إفريقيا. وأغلب أنواعها بتكون رؤوسها خالية من الريش، وبتتمتع بنظر حاد ومناقير معكوفة ومخالب قوية، ومنها أنواع بتتغذى على العظام وعلى البيض. أتمنى لو عجبتك الحلقة تدوس لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك جديدنا أول بأول. سلام.